السلام عليكم. النهارده هنعمل وصفة جديدة من وصفاتي. هنعمل طبق مقبلات حلو كده وجميل. هنعمل الحمص بالطحينة، طريقة سهلة جدا وبسيطة، يا رب تعجبكم. طبق صحي جدا ولذيذ جدا. نبدأ على بركة الله. عندي الحمص، طبعا الكميات مفتوحة، كل واحد يعمل الكمية اللي تناسبه. أنا استخدمت 1.5 كوب من الحمص. هضيف شوية من عصير الليمون، هضيف عليهم شوية من الكمون وشوية من الشطة وشوية من الملح. هضيف فص واحد من الثوم. هضيف حوالي معلقتين من الطحينة، ما يعادل ربع كوباية. هضيف كمان ربع كوباية من زيت الزيتون، وهفرم كله بالهاند بلندر. أثناء الفرم أحس إن القوام تقيل شوية، يا نضيف قطعة من التلج يا إما نضيف معلقتين مية ساقعة. أنا ما كانش عندي تلج، استخدمت معلقتين مية ساقعة. ما نضيفش مية ساقعة أكتر من المعلقتين عشان يفضل القوام بتاعنا كريمي. شايفين؟ كريمي زي الكريمة بالظبط. ده القوام اللي احنا عايزينه. وصفة صحية جدا وسهلة وما خدتش مننا أي وقت، وأهم حاجة إنه طبق اقتصادي. أنا زينته بالحمص وورق البقدونس وكمان بشرايح الليمون. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. سلام عليكم.